المرسلين. دلوقتي يا شباب بإذن الله مع أهم النقاط اللي ممكن تقابلك في منهج الجبر الصف الأول الإعدادي. نبدأ بسم الله بالوحدة الأولى. أهم النقاط اللي ممكن تقابلك في الوحدة الأولى: اوجد 3 أعداد نسبية محصورة بين، وركز علشان أهمهم النص والتلت، ودي حالا هتقابلنا نفس المسألة دلوقتي وهنحلها سوا. برضو من أهمهم باستخدام خاصية التوزيع: اوجد خارج ضرب 4/6 في 2 زائد 4/6 في 3. بتاخد الحاجة المتكررة مرة واحدة، خدت 4/6 وخدت 4/6، فتبقى معاك 2 وال4. 2 زائد 4 تبقى 4/6 في 6، هيروحوا مع بعض بقى بس 4. اللي بعدها اوجد عدد يقع في ربع المسافة بين النص والتلت من جهة الأصغر. خلي بالك علشان هو محتاجها من جهة الأصغر، فيبقى القانون الأصغر زائد النسبة في المسافة، اللي هي أي واحد فيهم ناقص التاني. وده اللي هنشوفه دلوقتي حالا في الأمثلة. بيجي 2/6 و3/6، ترجع تضرب في 10/10، فهتبقى كأنها 20/60 و30/60، 21/60، 22/60، 23/60. هي دي الأعداد. استخدم خاصية التوزيع لإيجاد القيمة دي. أنا شايف الحاجة المتكررة يا مستر. أيوة، برافو عليكم الناس اللي مصحصحة معايا وركزت في الشرح. 15/19. فلما بتاخد التلات حاجات دول باقي معاك ايه يا ترى؟ باقي معايا هنا 12، تمام. باقي معايا هنا 8، تمام. طب وهنا يا مستر؟ هنا باقي معاك -1، اسمها حفظا للخانة. فهيبقى 15/19، ودي يا مستر 20 - 1 برضو 19، هيروحوا مع بعض ويتبقى معايا يوجد عددا نسبيا يقع عند ربع المسافة بين التلت والنص من جهة العدد الأصغر. في أول بداية الحل لازم تشوف النسبة، حاجات كده لازم تطلعها، وتشوف العدد الأصغر، وكمان تشوف العدد الأكبر. النسبة دايما بيكون مكتوب الكلام عند ربع، عند خمس، سدس، فالنسبة هنا ربع. العدد الأصغر هو التلت، والعدد الأكبر هو النصف. ترجع تكتب القانون بتاعك. أي قانون يا مستر؟ اللي هو العدد يقع من جهة الأصغر. من جهة الأصغر يبقى الأصغر بيساوي الأصغر زائد النسبة مضروبة في القيمة المطلقة للمسافة. من جهة الأصغر يا مستر العدد الصغير اللي هو كام يا شباب؟ برافو عليكم، اللي هو تلت، زائد النسبة ننتقل عليها ربع، في القيمة المطلقة نص ناقص تلت. تضربها على الآلة بتاعتك تطلع ب3/8. الناتج بتاعك 3/8. ركز في نقطة مهمة، إن لو قالك اوجد عددا نسبيا يقع في منتصف المسافة بين النص، بين 3/5 و4/5، دي هتبقى دايركت نص المجموع، يعني نص في 8/5 تطلع 4/5. بريئه وبعدين ده انا ما يهمنيش يا فندم اللي حصل عندي في البيت، مش ممكن، لان ده بقى كل الناس اطفال بقى حضرتك كبير خالص يعني. واكيد حضرتك عارف حكايه السمكه وحكايه ده مالوش علاقه يا فندم باللي حصل، لان احنا رحنا بعد كده المطار ده بقى حضرتك عارف بقى. أهم النقاط اللي ممكن تقابلك في الوحدة التانية هي جمع وطرح المقادير الجبرية. لو قالك اجمع، حطهم تحت بعض كده بترتيب معين، ثم ابدأ اجمعهم على طول. أما لو قالك اطرح، خلي بالك في معظم الطرح بيبقى المقدار التاني ناقص المقدار الأول، ومعنى ناقص المقدار الأول إنك بتغير كل الإشارات اللي في المقدار الأول. ضرب مقدار جبري في مقدار جبري آخر. ركز خالص في النقطة دي. 4 أنواع للضرب. أول حاجة فيهم لو قالك س زائد 2 اضربها لي في س زائد 3،
دول كده مختلفين، فيبقى الأول في الأول والتاني في التاني، والطرفين زائد الوسطين. الطرفين عندك ب3 س والوسطين ب2 س، يعني مع بعض ب5 س. ركز لو قالك س ناقص 3 اضربها لي في س زائد 3، فدول كده عددين شبه بعض بالظبط، مقدارين متشابهين، فهنا يبقى الأول تربيع ناقص التاني تربيع على طول دايركت. خلي بالك بقى لو كانت س زائد ص الكل تربيع، بعمل ايه يا مستر؟ يبقى الأول في نفسه والتاني في نفسه، واتنين في الأول في التاني، واتنين في الأول في التاني، ونفس إشارة الوسط. يعني الوسط هنا عشان كانت موجب فأنا نزلت دي موجب، ولو كانت سالب هتنزل سالب. حلل بإخراج العامل المشترك الأكبر. إيه المشترك بين الحاجتين دول؟ هتلاقي إن 5 ألف باء، وهتفتح قوس. 10 على 5 فيها الاتنين، ألف تربيع على الألف فيها ألف، وباء خلاص راحت مع الباء. 5 ألف باء على 5 ألف باء فيها الواحد، حفظا للخانة. اللي بعدها لما أقولك اقسم، مديلك مقدار على حد، أيوة بعمل إيه فيها؟ بتنزل كل واحد لوحد، تمام. 21 س تربيع ص، وهتقسم كل واحدة فيهم على حدة على 7 س ص، 7 س ص. 14 على 7 فيها الاتنين، السين هتروح مع السين يتبقى معاك ص، زائد 21 على 7 فيها 3 س. وخلصت أهم أفكار الوحدة. بيقول لي اجمع المقدارين. أيوة ده المستر لسه قال لي في الجمع هنزلهم عادي، أهم حاجة يكونوا تحت بعض. فأنا هنزل 2 س ناقص 7 ص زائد عين، وتحتها بالظبط بالترتيب سالب 2 س زائد 6 ص زائد 5 عين. لازم يكونوا كل حاجة بالترتيب بالظبط. وابدأ اجمع. 2 س ناقص 2 س هيروحوا مع بعض، سالب 7 ص زائد 6 تبقى سالب ص، عين و5 عين تبقى 6 عين. وخلصت المسألة بكل بساطة. أهم حاجة تكون أنت مركز الخطوة المفروض تعملها. اختصر لأبسط صورة المقدار ده، وبعد كده شوف لي القيمة العددية. لو حطيت السين بسالب 1 هتبقى كام يا ترى؟ فهنا دول شبه بعض، علشان اضربها يا مستر يبقى الأول تربيع ناقص التاني تربيع. ده أنا لسه معايا موجب 25، اكتبها موجب 25. لأن السالب 25 هتروح مع الموجب 25، ويتبقى بس السين تربيع. طيب يا ترى السين تربيع دي لو حطيتها بسالب 1، سالب 1 تربيع هتطلع معاك بواحد. المسائل دي سهلة وبسيطة يا شباب، ومتكررة في كتير جدا جدا من امتحانات، فياريت تركز فيها. بعدها بقول لي اوجد خارج قسم ده على ده، فهكتب كل واحد على حدة. 15 س أس 3 ناقص 12 س أس 5 ص على أنا هقسم على كام؟ 3 س أس 3، 3 س أس 3. 15 على 3 فيها الخمسة، س أس 3 على س أس 3 خلاص ناقص. 12 على 3 فيها الأربعة، س أس 5 على س أس 2. عند القسم بطرح الأسس والصاد هتنزل. آخر فكرة خالص بيقول لي حلل بإخراج العامل المشترك الأعلى. يا ترى إيه المشترك بين التلاتة والستة؟ طبعا التلاتة. المشترك بين الصاد أس 2 والصاد تاخد دايما الأقل أس. 3 صاد تربيع على الصاد، 3 صاد بقى معاك صاد، زائد 6 على 3 فيها الاتنين، س مفيش حاجة قصادها هتنزل، والصاد هتروح مع الصاد. كده انتهت أهم الحاجات اللي ممكن تقابلك كمان في الوحدة التانية. آخر حاجة خالص وحدة الإحصاء. وحدة الإحصاء مفيهاش غير 3 كلمات بس. أول كلمة فيهم المنوال، هو القيمة الأكثر تكرارا أو شيوعا. بنختصرها إن باخد إن كلمة المنوال هي التكرار. يعني لو معاك 5 و6 و5 و7 و5 و9 هو المنوال. المنوال هنا هو الخمسة. لو شلك واحدة فيهم وقالك س زائد 3 والمنوال هو 5، تبقى السين دي المفروض تطلع معاك ب2. اللي بعدها الوسيط اللي هو الترتيب، بترتب الأعداد، يعني 1 3 و2 و5 و4. فين الوسيط؟ هرتبها في الأول 1 و2 و3 و4 و5. هشيل 2 قصدهم 2، يبقى الوسيط هو 3. طب يا مستر لو كانوا عدد زوجي وليكن و6، ففين الوسيط؟
هيبقى في 2 هنا و2 هنا، وفي النص ده في 2 حاجتين يا مستر. هعمل ايه؟ هتجمعهم وتقسم على 2. 7 على 2 فيها 3.5. ركز في المثال ده. إذا كان الوسيط ترتيب الوسيط هو العاشر، هو رقم 10، فيا ترى عدد القيم كام؟ أيوة استنى يا مستر، ده معنى إن هو رقم 10 إن في 9 قبله وفي 9 بعد. يعني هم كلهم 19. طب أنا يا مستر خايف أجمع 9 و9 و10، هعمل إيه؟ لما بقولك العاشر يبقى 2 في اللي هو قالك عليه ونقص منها 1. 2 في 10 في 20 ناقص 1 تطلع ب19. انا عايز منك الوسط الحسابي. الوسط الحسابي ده ليه قانون كده ثابت، وخلي بالك عشان هيقابلك تاني في تانية اعدادي وفي تالتة اعدادي. الوسط الحسابي عبارة عن مجموع القيم على عددها. وركز خالص في هنا، في المثلث ده بيختصر عليك القوانين كلها مع بعض. يعني لو عايز منك مجموع القيم هيبقى الوسط الحسابي فيه عددها. لو عايز منك عدد القيم اللي معاك يبقى مجموع القيم على الوسط الحسابي. طب لو عايز انت الوسط الحسابي يبقى مجموع القيم على عددها. ممكن اقول لك اوجد مجموع القيم ل5 اعداد وسطها الحسابي 6. 5 اعداد وسطها 6، يا ترى مجموعهم كام؟ تبقى 5 في 6 اللي هي 30. كده انتهت كمان الاحصاء. تعالوا نشوف المثال اللي قدامنا ده دلوقتي. بيقول لك الجدول التالي يبين درجات احد الطلاب في اختبار الرياضيات في 6 شهور. واداني الجدول. بيقول لي احسب المتوسط الحسابي. المتوسط الحسابي يا شباب هو الوسط الحسابي. عشان احل مسألة شبه دي انا بس محتاج اقول له مجموع القيم على عددها. يعني في رقم 1 عشان احلها صح هقول له ان الوسط الحسابي بيساوي مجموع القيم على عددها. لما اجمع القيم دي هلاقيهم 150. عددهم هم كام واحدة؟ 1 2 3 4 5 6. 150 على 6 تطلع معايا ب20. يبقى الوسط الحسابي هو ال20. اما الوسيط فده هو الترتيب، يفضل ان ارتبهم في الاول. فيلا الشطار هنرتب سوا. و15 اكبر منها بشوية 24، بعدها 25، بعدها 27، 29، 30. هلاقي مستر في 2 هنا وفي 2 هنا. الله، ده بقى معايا اصلا في النص في حاجتين. ايه العمل المرة دي؟ يبقى هتجمع 25 و27 وهتقسمها على 2. 25 زائد 27 على 2 هتطلع معاك القيمة ب26. وبكده انهينا بفضل الله أهم النقاط اللي ممكن تجابلك في منهج الجبر للصف الأول الإعدادي. أتمنى لكل التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My time, pull you in closer, we kissing you slower, you'll still be mine if I